السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد توابع صن داونز والهزيمة المذلة للنادي الأهلي، شفنا قناة نادي الزمالك وشفنا الإعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا الزملكاوية كلها عمالة تتكلم أبو خمسة وأبو خمسة وأبو أربعة. طيب، الفترة اللي فاتت دي كلها من 20 سنة لحد النهارده الزمالك عمره ما عمل سكور على النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي كل سنة والتاني بيمسك الزمالك رايح جاي يحط عليه بالخمسة وبالستة وبالتلاتة، وما سمعناش حد بيتكلم على خمسة وتلاتة واربعة. يا جماعة الاهلي يمرض ولا يموت. احنا شفنا الاعلام الزملكاوي، شفنا صبحي عبد السلام لما بيتكلم ويقول الاهلي لا يمثلني ولا يمثل مصر. يا راجل عيب، اختشي على سنك، اختشي على سنك، وعيب اللي انت بتقوله ده. الواحد فينا بيتمنى الفوز لفريق حتى لو مش بيشجعه، بس من بلده انه يكسب. احنا شفنا الكل جاي على النادي الاهلي. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ ما انت كلكم بتقول ما اعرفش. احنا ننتقد لكن ما نهدش كيان، ما نهدش حياه. النادي الاهلي يمرض ولا يموت، ودي معروفه. الفرق كلها بتكسب وبتخسر، ومش عيب ان احنا نتعلم من الاخطاء، لكن العيب ان الاخطاء دي تفضل مستمره معانا فتره طويله. النادي الاهلي عنده اخطاء اداريه وعنده اخطاء دفاعيه كبيره جدا. كلنا كنا باصين للهجوم، ده الاهلي عايز مهاجم، ده الاهلي عايز ديفندر، ده الاهلي والعيب كلنا كنا شايفين الاهلي في الدفاع وفي حرس المرمى شايفين. لكن ما نجيش ونتكلم ونقول نهد الكيان وارحل يا خطيب، ونشوف السوشيال ميديا ونشوف الترندات اللي طالعه كل يوم والتاني عماله تتكلم على ارحل يا خطيب ارحل يا خطيب. مين اللي يرحل لما الخطيب يرحل؟ امال الفرق الفاشله اللي احنا شفناها. احنا شفنا الزمالك بيخسر من انبي بيوجعني باتنين، والسنه اللي فاتت انبي بيوجعني باتنين، والانابيب شغاله ومحدش بيتكلم. احنا شفنا الاهلي بيتحارب يا جماعه والله من طوب الارض في مصر بيتحارب. ميدو طالع عمال يجيب لي يعني ناس من صن داونز وسيف زاهر، سيف اللي انا ما اعرفش الاسم غير مسمى بالمره. الناس دي كلها بتطلع عشان تاخد الترند. ما شفناش حد بيطلع يجيب الترجي على مجموعه الزمالك، لا، مجموعه الاهلي عامل عقده لناس كتير جدا. والله الاهلي عامل عقده لناس كتير جدا. وقلنا 100 مره يا جماعه لازم الكل يتكاتف والكل يقف. ما هو الاهلي لو وقع مفيش منتخب. احنا شفنا الفتره اللي فاتت، ما عندنا سنتين مفيش بطولات على جميع الاعمار السنيه كلها في المنتخبات المصريه. مفيش. ما هو اتحاد فاشل، ووزير شباب ورياضه مغيب عن الواقع، مفيش محاسبه على اتحاد الكره الفاشل، ورابطه الانديه مفيش خالص حد بيتكلم عليها خالص. ما حدش بيتكلم على وليد عطار وعلى الخطابات اللي على طول في الادراج، تمام، اللي وقعت النادي الاهلي السنه اللي فاتت. يعني شفناها قدام الوداد، شفنا ايه اللي حصل وايه اللي تم. السنه دي نفس الشيء. شفنا العقوبه المسربه بتاعت كهربا، اللي انا ما اعرفش هي عقوبه دي، يعني العقوبه هل هي جايه بناء على كلام مرتضى منصور ليكو، ولا ذبذبه وبلبله علشان تشتيت كهربا قبل مباراه صن داونز؟ احنا قلنا الاهلي بيتحارب من جميع الجهات، وشفنا الدوله ساكته محدش بيتكلم فيها خالص ولا حياه لمن تنادي. اوكي تمام. احنا شفنا قناه نادي الزمالك، انا ما اعرفش، خالد غندور، كريم ابو حسين، صبحي كل الناس دي كلها، والشرقيه كله، والحاج محمد رجب ربنا يديله الصحه. الراجل ده محترم وبيطلع يتكلم كلام انا مش فاهم. كان بيقول انا ههرب وماشي وما اعرفش ايه، وراجع قاعد زي ما هو. كلهم زي بص، هم هزيز الرؤوس دول كله بيتكلم على الماده، وعايزين بس ياخدوا شو اعلامي، وكل واحد يطلع يتكلم كلمتين عشان ياخد الترند وخلاص. زي رضا عبعال، زي فاروق، زي الناس دي كلها، كل الناس الهبيده دي. الزمالك لما خسرت امبارح جاي فيريرا بيتكلم ويقول لك اجهاد.
والله العظيم انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ اجهاد ايه؟ اجهاد ايه؟ انت لعبت كام من المباريات اللي النادي الاهلي لعبها؟ النادي الاهلي يا ساده لعب من بين مباراه افريقيه للثانيه ماتش في الدوري. الزمالك مرتاح، الزمالك مرتاح. فين بقى الاجهاد اللي بتتكلم عنه؟ جيت تحفل انت وجمهورك امبارح وتعمل لي 5 وما اعرفش ايه والكلام الفاضي ده، شلت انت. والهزيمه ال5 للزمالك السنه دي ده في الدوري، وان شاء الله لسه في تاني، لسه في تاني. انت النهارده كام في الدوري ده؟ ان شاء الله لو فضلت ماشي على المستوى ده لحد لما ينتهي الموسم اللي احنا فيه ده ممكن يطلع فرق 30 بونت ولا حاجه. وادي النهارده كمان ادي بيراميدز بيتعادل النهارده. بيتعادل ايه؟ ده بيراميدز خسر، ده كان متعادل وخسر من شويه اهو. ادي الماتش انتهى، خسر 2-1 من البنك الاهلي. يعني الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله، والحمد لله ان النادي الاهلي لسه متصدر الدوري، لسه متصدر، ما فيش هزيمه يعني ما شفناش هزيمه السنه دي. احنا ننتقد لعيبه، مدرب، اداره، فيها كل شيء، في ما كله فيه. يعني دلوقتي ما فيش الكمال لله وحده، ما حدش ما بيخطئش، كله بيخطئ. لكن ان احنا نهد ونقعد نتكلم على النادي الاهلي ونسمع كلام فاشل. احنا عندنا مباراه لسه، بص يعني احنا عندنا ممكن نصعد، ليه لا؟ العب واعمل اللي عليك، اعمل ويا عم اتعلم من اخطائك، لكن تستمر فيها لا، ومش هنقبل ايا كان ايا كان هو مين. احنا مش هنقبلها ومش هنسمح اصلا بالكلام ده تاني، لان مش معقول الاهلي هيفضل كده. هي كابه وعدت وخلاص وانتهت، وننسى اللي فات ونبني على الجديد. عرفت غلطك، عرفت اخطائك، اتعلم منها وابني. النادي الاهلي النهارده وبكره وبعده، النهارده مستمر، لازم ناخد الدوري باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني عندنا دوري وعندنا كاس، عندنا افريقيا، العب لاخر نفس. ما تقوليش بقى صن داونز هيفوت الهلال ونستنى الهلال، لا، العب، مالكش دعوه بنتائج الغير، العب وخلاص، العب وخلاص، ادي اللي عليك، اعمل اللي عليك مع الجهد ومع العرق، وربنا يكرمنا ان شاء الله. كولر باذن الله يعرف اخطائه، يعرف يعدل منها ويصحح منها. خلاص احنا شفنا كم من الاصابات السنين اللي فاتت دي، شفنا اكرم، شفنا كريم، شفنا مقصرين ازاي مع الفريق، بيقوم واحد يتصاب واحد، يقوم واحد يتصاب واحد، يرجع يتكلموا على الصفقات النادي الاهلي. احنا شفنا عقود التسريبات اللي موجوده على السوشيال ميديا للاعيبه الزمالك، وشفنا كم قد ايه. شفنا مهيب عبد الهادي وهو بيتكلم طلع اخيرا ده زملكاوي صرف، يعني الراجل ده زملكاوي صرف. يقول لك انت مشيت ساسي وبن شرقي وطارق حامد، مشيت كل اللعيبه دي كلها، وامام عاشور بابخس الاثمان، يعني ما جددتش لحد، وجبت شويه لعيبه كسر محسوبين على النادي. يعني واحد زي الناي ده ياخد 30 مليون في السنه. والله لو مركز شباب الحبانيه ولا مركز شباب ابو المطامير ما هياخد كده اصلا، ولا هيديله ربع جنيه بالمستوى اللي احنا شفناه. احنا عندنا فريق عايز يتبني صح، عايز يتوظف صح. احنا كنا بدينا الموسم السنه دي كان بسم الله ما شاء الله، الكل كان متفائل خير ولسه متفائلين خير. احنا قلنا ننتقد لكن ما نكسرش ونهد النادي، نهد الكيان. النادي الاهلي طول عمرنا واخدين على انه يكسب مبارياته كلها، بس ما شفناش ان هو ينهزم الهزيمه الثقيله اللي احنا شفناها، اللي طبعا اثرت كتير قوي على الجمهور. يعني انا مش بصراحه، انا واحد من الناس انا حزين، مش حزين ان احنا مانشستر كل 7 من ليفربول في ارضه اتغلب 5 من ريال مدريد.
القيامه ما قامتش والدنيا يعني خلاص وشيل رئيس النادي والكلام الهبل ده، لا. في برضه الصحافه الانجليزيه والصحافه العالميه اكيد اتكلمت، بينتقدوا لكن ما بيقولوش هدوا. ابني عشان العجله تمشي. هي الرياضه كده، مكسب وخساره، مكسب وخساره. فلازم نقف كلنا الفتره اللي جايه دي مع الفريق وندعم الفريق على الحلو وعلى المره معاه، وهنفضل معاه، هنفضل معاه. وبتمنى خير ان شاء الله للنادي الاهلي الفتره اللي جايه دي باذن الله، ونتعلم من اخطائنا ونثبت، واللعيبه كل رجاله، وتنسى مباراه سان داونز، تنسى حتى لو خرجنا من افريقيا، قدامنا الكاس وقدامنا الدوري، ناخده ونفكر الموسم اللي جاي ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر باذن الله تعالى ازاي نقدر نخش افريقيا، وازاي ناخد بطارنا من الفرقه دي ونعلم عليها صح. وحقنا ما نسيبوش. طارق ما تسيبوش، طارق في الملعب مش على السوشيال ميديا وكل واحد يطلع يتكلم كلمتين وخلاص، لا. طارق في الملعب، العب وخده برجوله، وتلعب باخلاص، بروح التيشيرت، بروح الفانيلا، بروح الكيان، بروح النادي الاهلي، وتتعلم ونتعلم بقى صح. لان شفنا الشوارع اللي كانت موجوده في الدفاع بصراحه حاجه تحزن. فبتمنى ان شاء الله الخير للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، وبتمنى الخير للجميع، وبتمنى الخير للكره المصريه لانها بعافيه شويه، بعافيتين والله. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.